اتفقنا الشباب مع بعض غادي نعملوا تهريب الى اسبانيا. حددنا الوقت المناسب والمكان المناسب باش نعملوا تهريب الى اسبانيا، وحنا رايحين غربت علينا الشمس، المصير المجهول اللي ما عارفينش بالضبط فين غادي يخرجنا. حل علينا الظلام بالليل وحنا كندعيو الله باش انها ربي يوصلنا على خير وبخير. وحل الصباح علينا في مكان اسمه الكابو كيطل على اسبانيا مباشرة، لكن ما نقدروش ندخلوا الى اسبانيا لاجل الامن هناك. استنينا حتى يحل الظلام بالليل باش نقدروا ندخلوا الى اسبانيا بطريقة غير شرعية، وهنا ستكون المفاجأة. وعندما حل الصباح لقينا نفسنا منهكين، قوة جسدية وعقلية وذهنيا وفي حالة هلوسة، ما عرفناش كيفاش نقدروا نخرجوا نفسنا من ذاك الورطة اللي حطينا فيها. لقينا نفسنا من بين السماء والماء، ما قدامنا لا جزيرة ولا اسبانيا ولا اي مكان نقدروا نروحوا له. غربت علينا الشمس ذاك اليوم الثالث، ذاك الليلة الثالثة ماتوا فيها 2 اشخاص، ومن طلع الصباح رميناهم ليرحلوا بسلام. هذا اليوم الرابع شفت الجحيم يحم في الأفق. وبعد لحظات حسيت نفسي كأن في جزيرة ولا في جبل ولا في حاجة زي كده. صحيت خوي قلت له قوم ترى احنا في البر، وقام يطالع كده يشوف الجبل فرح وخا تعبان، وانا بعد حتى انا كنت تعبان. المهم قمنا دخلنا الجزيرة، كنقلبوا على اكل موية شرب ولا اي حاجة، لقينا فاكهة بدا نكسروا فيها خرجنا فيها موية بدنا نشربوا داك الموية. صراحة رجع فينا الروح وحسينا بالامان، حسينا بداك الجزيرة غادي نرجع الحياة من جديد. وهنا انتهت الحلقة ديالنا، ما بقى لي الا نضربكم موعد في الجزء الثاني ايش اللي صار في الجزيرة، واش ماتوا الشباب او عاشوا. خليكم معنا في الجزء الثاني ان شاء الله.